بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هنوريكم النهارده رحلتنا في فايد. ده اللي هو الشط بتاع القوات المسلحه، بتاع الضباط القوات المسلحه. احنا رحنا قبل كده في فيديو هتلاقوه على القناه، اللي هو احنا رحنا في شط بتاع القوات المسلحه بتاع تقريبا صف ضباط، يعني ده اللي انا فهمته. الشط هنا غير هناك خالص. الشط هنا طبعا مساحته اكبر كمان وفي خدمات اكتر، يعني واسع كده وفي حاجات امكانيات اكبر من التاني لو بصينا حتى على الفيديو القديم. هنا اول ما بندخل من على الباب بنمشي حته صغيره كده وبنبقى على البحر. في بقى اشجار وفي الشماس اللي احنا شايفينها دي، اللي هي بتبقى معموله من شجر النخل دي، بتبقى حتى فيها خشب من تحت مدقوقه، هوريها لكم دلوقتي هتشوفوها. وفي الخيم بتتفتح. هنا طبعا نزلت الميه، خدت التليفون هتلاقوني نزلت فيه الميه. بصوا بقى هنا في ممشى من هنا، كل تقريبا شط له الناس اللي هي ليه في ممشى من هنا، وفي ممشى الجهه التانية برضو للشط التاني، يعني اهو اللي هناك ده بعيد كده. في هنا بقى اهي شاليهات كده للشط. بصوا بتاعت الانقاذ دي طبعا فايد من معروفه ان هي انا اسمع ان هي الميه بتاعتها تبع القناه، بحر متوسط او تبع القناه. المهم يعني ان هي انا سمعت كده ان هي تبع القناه. الميه بتاعتها ما فيهاش موج. المره اللي قبل كده لما رحنا، اللي هو ده كان تقريبا من 3 سنين على ما اعتقد كده، الموج هناك ما كانش فيه موج خالص في البدايه، وبس الموج اشتد بعدين. يعني جينا اخر النهار الموج كان بيخبط بره في اللي هو الحواجز اللي هم بانيينها على الشط. شكل الميه بوريها لكم، بس شكل الميه رايق وحلو. بتنزل اول ما بننزل بس بيبقى في شويه صخور كده في الاول، المفروض هم ينضفوا الحته دي، ما اعرفش سايبين الصخور دي ليه يعني. وبعد كده بننزل نلاقي الدنيا تمام جدا تحت، الميه رايقه وتمام. كل ما بتنزلي تحت كل ما الميه بتكون احسن. هما بيبقوا عاملين حاجه زي كده بيعلموك توصل لحد فين، في زي جيركن كده رابطينه ومثبتينه في حجره من تحت علشان ما نتخطاهاش. جينا تقريبا الظهر وبدا في نسبه موج شويه، بس بدا مع الموج بدا ان يحصل ان الميه تتراجع. يعني الاول ما كانش في رمل باين ظاهر شويه على الشط، بقى في رمل ظاهر والميه خست. يعني حتى لو اللي هيبقى لاحظ في الفيديو هيشوف الفيديو من اوله الميه ارتفاعها فين، وهيجي في اخر الفيديو كده او مش في اخره شويه كده، وهتلاقي ان الميه بدات خست جامد كمان. يعني بصوا الميه كانت واصله لحد فين هنا، لحد الحته اللي هم بنمشي عليها برجلينا. يعني تحت الممشى ده في مكان تاني بنمشي عليه، ممكن تطلع تمشي عليه برجلك، هو نزل تحتها بشويه حلوين كده. الشط احنا نزلنا في حته ما كانش فيها ناس قوي، في جنبنا حته يعني تحس ان احنا في مكان، مع ان هو نفس الشط. احنا في مكان والناس اللي جنبنا دول ناس تانية خالص ما نعرفهاش. الاغاني كانت شغاله وفي وسط الميه والناس بترقص في وسط الميه، وكانت بصراحه يوم لذيذ. بس الشمس كانت حاميه جدا لدرجه ان احنا انسلخنا حرفيا، يعني انشوينا. بقى حمار، ولما بعد يومين بسواد، بعد كده قشرت والدنيا اتبهدلت الحمد لله. حتى الاطفال بيحبوا الوضع ده، يحبوا البحر بتاع فايد ليه؟ عشان ما فيش موج. يعني لما اخد اولادي ورحنا قبل كده رحنا راس البر، كان اولادي بيحبوا يقعدوا بره، ما ينزلوش على الشط من جوه، ما ينزلوش تحت، خصوصا اللي هم الصغيرين. يقول لك لا هنلعب هنا في الرمله، حتى يعني بيبل رجلهم بالعافيه. لكن هنا بينزلوا. بصوا هنا، بصوا على الميه هنا، وهشوفوا في اخر الفيديو ان الرمله اللي تحت عند السلم الاولاني ده ظهرت كلها. الاطفال بتلعب هنا، احنا مأمنين عليهم، يعني شايفينهم وامان. الدنيا ماهيش زحمه في الحته اللي جنبنا، بس مش زحمه اللي هي ان انت تخافي على عيالك، ان انت حتى وانت في الميه من جوه انت شايفه الناس اللي على الشط. يعني انا وانا جوه في الميه دخلت بعيد 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 تحت، انا شايفه بنتي ولا صغيره، وولادي الكبار برضه لما بيطلعوا، وشايفه بنتي وهي بره، انا شايفاها واخده بالي منها موجوده ولا مش موجوده. طبعا بتبقى بنحاول ان احنا نلبس حاجه، يعني خصوصا الاطفال الصغيره دي نديها حاجه ملونه شويه احنا نشوفها، بيكون افضل معانا طبعا. في راس البر كنا بنحط على الشمسيات حاجه ملونه عشان نعرف ان دي شمسيتنا. بوريكم هنا الشط من بره كمان، الكراسي بتاعتهم زي ما وريكم قبل كده، الكراسي اللي هي البلاستيك دي بس متينه. يعني الترابيزات برضو زرقاء كده وكبيره ومتينه. يومها كنا يوم جمعه والدنيا زحمه واحنا داخلين. طبعا الشط اللي جنبنا اكيد فيه زحمه. الفرد هنا تقريبا ب120، بس احنا داخلين تبع اخويا في الجيش، فدخلنا طبعا بتدخلي بسعر مخفض، دخلنا على سعر 75 تقريبا. ده الشط اللي جنبنا بقى، هو نفس الشط بس بينا الممشى ده. يعني ممكن نروح هناك او هم يجي عندنا عادي. ده زحمه، تحس ان ده مكان واللي احنا في مكان تاني. في هناك طبعا اللي هي اللي بتاع
اللي هما بيركبوها المركب اللي انت ممكن تركبيه وتحركي رجلك فيه، تبدلي انت فيه ويتحرك، اللي هو اللي بره على الشط ده. وفي اللي هو بتاع اللي هو موتوسيكل الماء السريع ده. وفي كمان حاجه بلاستيك بيركبوها دلوقتي، هوريها لكم. واحد كل ما يركبها جاي من بعيد كده، هعمل لها زوم لقطه تشوفوها. كل ما يركب عليها يقع. كل ما يركب يقع. بصوا حتى الاطفال عمرها صغير قد ايه ونازله تحت. ده ما نشوفهاش طبعا في الاماكن اللي فيها موج، بس طبعا في ناس ما بتحبش البحر غير لما يكون في موج. ان شاء الله لما نروح مكان تاني قريب ان ربنا اراد هوريكم طبعا المكان اللي احنا هنروحه والموج. انا بالنسبه لي انا بحب الموج بصراحه. شكل الميه هنا اخضر، عامل مدي على نهر النيل شويه، بس حلوه يعني. كانت كويسه. قابلنا طبعا بتاع اللي بيشوك ده اسمه نجم البحر. نجم البحر قابلنا كتير جدا، تمشي تلاقي حاجه بالشوك تحت منك تحاولي تجيبها برجليكي، ده نجم البحر. بصوا هنا بقى اللي بتاع دي اهو، ده اللي ماسك فيها كل شويه يقع، كل ما يركب عليها يتقلب. بتاع الاحمر الجردل اللي هو اللي هم حاطينه ده، الجيركن ده هيبان دلوقتي، هو لونه برتقاني كده مثبتينه. طبعا لما البحر نزل، الميه نزلت وبدا ان في موج، فبدا ان الجردل ده يتحرك لورا شويه. ده طبعا المفروض اللي هو كان راكب على بتاع البلاستيك دي اللي عامله زي هو اسمه ايه، واخده شكل الصاروخ. كل ما بيركب عليها بيدلق، حتى لو مسك فيها من ورا الزحلق. في هناك في البتاع ده فيها بيسين، في حمام سباحه هناك. الفرد بيقولوا في الساعه ب150. فطبعا الميه هنا لوحدها عامله زي حمام السباحه، ما فيهاش موجه. فبالنسبه لنا ان احنا نروح بالاطفال وكل فرد بيقولوا كل واحد له 150 جنيه عشان تدخلي حمام السباحه. موجود هناك حمام سباحه. ده الشط. انا كنت قايل لكم قبل كده ان الشط التاني كان فيه حمام سباحه بس ما لقيناش. ده بقى حمام السباحه كان في ده، ما كانش في التاني. هنا اللي بتاع اللي هي الموتوسيكل المركب اللي هو بيتبدل ده، الساعه تقريبا ب100 جنيه او ب150. يعني بتتأجر وتقريبا مش فرد، باين ما اعرفش ان الفرد فيها بكذا ولا هي على بعضها بتتأجر نص ساعه بالمبلغ ده. احنا ما اجرناش ده ولا ده. قلت لهم تعالوا اجر لكم مركب ده، قالوا لا مش عايزين، اجر لنا الموتوسيكل اللي هو المائده. قلت لهم لا بعينكم طبعا. بص اهو، يا دوب ركب من هنا الزحلق لورا وجرجر شويه وقدام ايده بتفلت. الطفل الصغير فضل ربنا يحميه راكب عليها. طبعا البحر كله كان بيتفرج ما شاء الله. لا بالزحلق بجد. الحته هناك كويسه. وفي هناك بره اكل، بره طلعنا جبنا اكل من بره، في بره هي مطاعم موجوده بره. يعني الشط هناك بيبقى مقفول بالمباني والبوابات وكده، ما بتبقيش انت شايفه البحر غير لما تقفي، لما تخشي من عند البوابه او تقفي قدام البوابه. غير كده انت ما انتش شايفه حاجه، ولادك في امان. احنا طبعا موضوع الحمام والاستحمام بعد الخروج في هناك زي دش كده، اتشاش كده دش، جهه رجالي دي مكشوفه خالص، والجهه التانية مبنيه نص حته كده، ده للحريم. يعني احنا كان الحمامات زحمه، الحمامات كانت نظيفه جدا هناك. بيحطوا تشطي فيه ميه من بره، بتحط رجليك فيه عشان تنزلي الرمله، وبعدين تدخلي جوه على الحمام وانت طالعه خلاص كده. طبعا عشان الحمامات كانت زحمه، فاحنا خدنا دش بهدومنا تحت الدش اللي هو اللي بره ده. ودخلنا جوه، في اماكن جوه في الحمام مكان بس بتقفلي على نفسك فيه وبتغيري فيه، وتلبسي هدومك النظيفه، تقفلي على نفسك وتغيري عادي وتخرجي. عايزه تقفي تاخدي دش بقى، يبقى انت ايه، هتروحي مكان جوه الحمام شويه، بس ده طبعا فيه زحمه وهياخد مننا وقت. بصوا الميه هنا بقى تراجعت ازاي زي ما بوريكم. بصوا تراجعت قد ايه، تراجعت كتير، وما بقى شكلها وحش لما تراجعت كده. يعني حتى الشكل نفسه العام بقى شكله مش قد كده. بس برضو كان يوم لذيذ يعني ويوم سعيد. اهم حاجه طبعا في الحمام اللي احنا بناخده هناك ان احنا ننزل الميه والملح من علينا، ولما بعد كده لما نروح بيتنا بقى بناخد الدش اللي احنا عايزينه. لو معاكي الاطفال ان كان بنات او ولاد اطفال، بتحميهم كامل عادي في المكان اللي هناك ده، وتغيروا هدومهم عادي. الحمامات بدون مقابل، بتدفعش لها فلوس ولا حاجه، والمعامله كويسه جدا هناك. هناك برضو شاي وقهوه لو انتوا حابين، هناك على الشط برضو بتشتريه. وكمان بس الرمله هناك كانت سخنه جدا، فيعني بتلسع قوي يعني. اتمنى لكم اجازه سعيده يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.